نرفع ايدينا اليمين لفوق. العيال الصغيرة دول راحوا عشان يفطروا عند خالهم في رمضان، قلبوه في 10,000 جنيه. يا ريت قبل ما نبدأ أحداث الفيديو كلنا نصلي على النبي. انا اتسرق مني 10,000 جنيه. اتسرق منك 10,000 جنيه؟ اكيد ولاد اختك امينه هم اللي سرقوه. ولاد مين يا حبيبتي دول اللي يسرقوا؟ ولادي عمرهم ما يمدوا ايدهم على حاجه، وخلي بالك من كلامك بقى، انا ما عنديش حد حرام. امال مين يعني هيكون سرق الفلوس؟ محدش دخل هنا غيركم. انا ما خدتش حاجه، مش دعوه. بقول لك ايه يا امينه، ما تفتشي عيالك كده، احنا جايين نفطر عند اخوكي مش جايين نسرقه. ما تلمي نفسك يا اسماء، واعرفي كده انت بتتكلمي مع مين ومع اولاد مين. انت اتجننتي في عقلك ولا ايه؟ ايه هو اي كلام؟ ما تفتشي عيالك انت الاول يا ماما. ومالهم عيالي يا ماما؟ ده انت اللي عيالك باين عليهم اللي هم حراميه. لا يا خالتي احنا مش حراميه، عمرنا ما بدي ايدينا على حاجه مش بتاعتنا، واحنا كمان مش حراميه على فكره. خلي بالك ما خدتش حاجه، ماليش دعوه خالص. بقول لك ايه يا امينه، ما تفتشي نفسك كده، ما يمكن انت اللي واخده الفلوس. والله يا قلبي حاسس ان الفلوس دي طلعت براكي انت. برانا احنا ازاي يعني؟ ده انت وعيالك اللي شكلهم حرام. طب وريني بقى، والله ما حد يفتشك غيري. تفتشي ايه يا اوعي بس تعالي كده. انا عندي اللي هيحل المشكله دي دلوقتي. قله الادب دي. شكلك حرامي وانا عارفه ان انت اللي مش عايز عملتي اسمع كده. صوت حد. يا مصطفى، في جريمه سرقه حصلت عندي في البيت وعاوزك ضروري. ماشي. هو لما يجي هيقول مين اللي سرق. يجي ويشوف، انا واثقه جدا في عيالي وفي نفسي. انا كمان واثقه في ماما، واحنا عمرنا ما نسرق حاجه يا خالو. وانا كمان يا حبيبتي واثقه في نفسي في ولادي جدا، واهو جاي اللي هيعرف مين الحرامي. احنا ماما مربيانا احسن تربيه، واحنا عمرنا ما نمد ايدينا على حاجه. مين فيكم اللي سرق الفلوس؟ اللي سرقت واحدة فيكم انتوا الأربعة. انتي؟ لا مش انا، ولا انا، ولا انا، ولا انا. يعني محدش فيكم سرق. طيب اللي سرقت انا هعرفها وهتتعاقب. ليكوا واقفين زي ما انتوا. بقول لك في مصحف جوه في الأوضة دي، هتمشي بالراحة كده لحد ما تلاقي الترابيزة. أول ما توصلي تحط إيدك على المصحف وتحلفي عليه. يلا. حلفت على المصحف؟ خلي دي معاكي، خدها وادخلي الأوضة دي. اسمعي، في مصحف جوه في الأوضة دي، هتمشي بالراحة لحد ما تحط ايدك على المصحف، محطوط على ترابيزة جوه هنا، تحلفي عليه وتخرجي. يلا. حلفت على المصحف؟ ايوه. تعالي. خلي دي معاكي، خدها وادخلي الأوضة التانية. يلا. تعالي. اسمعي، في مصحف جوه في الأوضة هنا، محطوط على ترابيزة، هتمشي كده لحد ما تلاقي المصحف، حط ايدك عليه وتحلفي. تمام؟ تمام. يلا. حلفتي؟ شاطرة. تعالي. خلي دي معاك، خدها على الأوضة التانية. بقول لك ايه؟ نعم. في مصحف جوه هنا، ماشي. هتمشي شوية كده لحد ما يقابلك ترابيزة، اه أول ما تخبطي فيها تحطي ايدك على المصحف وتحلفي إنك ما سرقتيش، ماشي؟ ماشي. يلا. انا اللي سرقت، ده ما ينفعش احلف ولا ينفع احط ايدي على المصحف.
شويه كده وهطلع اقول له النخل بتاعك مش هتفرق معايا كده. عدى شويه اخبط بقى. حلفت على المصحف؟ اه تعالي يلا. هاتوا بقى الاولاد وتعالوا. طبعا انتوا عايزين تعرفوا مين اللي سرقت. هاتوا الاولاد رصوهم لي هنا كده. تعالي هنا، اقفي كده. هاتي دي جنبها، اقفي كده. دي جنبها، اقفي كده. وانت جنبها. عايزين تعرفوا مين اللي سرقت، صح؟ انا عارف هتطلع اللي سرقت دلوقتي، انا واثق فيه. ايوه طبعا عايزين نعرف، مستحيل واحده من بناتي تكون هي اللي سرقت. وانا كمان واثقه ان بناتي عمرهم ما يعملوا حاجه ابدا زي كده، انا مربياهم كويس. لو سمحت تعالي هنا. في واحدة فيكم عاوزة تعترف إنها اللي سرقت قبل ما اكشفها؟ لا. يعني محدش فيكم سرق؟ اه طيب كله هيبان دلوقتي. نرفع ايدينا اليمين لفوق. هي دي اللي سرقت. تعالوا. هي دي اللي سرقت يا جماعة. اهي. دي اللي سرقت يا جماعة. هستأذنكم أنا. السلام عليكم. الحمد لله ظهر الحق وولادي طلع ما فيهمش حاجه، بس احنا كده عندنا النيه السوء. تعالي منك لله. عملتي كده ليه؟ وديتي الفلوس اللي سرقتيها فين يا بنت؟ ده دي صفر. وايه اللي خلاكي تاخديها؟ الله يسامحك يا بنتي، كسفتينا. اقعدي. عيله سو. انا اسفه يا شادي يا اخويا، معلش دي عيله صغيره وانا هعرف اربيها ازاي. مش هعمل كده تاني يا ماما. بس يا مقصوفه الرقبه انت، حسابي معاكي لما نروح البيت. وصلنا لنهاية أحداث الفكرة. عايز أشوف الناس الأذكياء اللي هتقدر تعرف إزاي الحكيم عرف مين اللي سرقت. قولولي في الكومنتات هو عرف إزاي. ويا ريت يا جماعة نعلم أولادنا إنهم ما ياخدوش حاجة مش بتاعتهم، ونوصل الرسالة دي لأكبر عدد ممكن من الناس. اعملوا شير، شجعونا على فعل الخير. اللي ينفذ يصلي على النبي ويكتب تم في الكومنتات.